السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي طلبة وطالبات الصف السادس كونكت 6، اهلا بكم حبايبي. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. فيديو النهارده ان شاء الله هنحل في امتحان مهم جدا جدا لامتحان نصف العام، عايزاكم تركزوا فيه كويس قوي، وعايزه اقول لكم ان في قائمه تشغيل على القناه فيها امتحانات مهمه جدا لامتحانات نصف العام، يا ريت تراجعوها قبل الامتحان. هسيب لكم الرابط بتاعها في صندوق الوصف اسفل الفيديو وفي اول كومنت مثبت. عايزاكم تركزوا معايا كويس قوي، تكبروا الشاشه وتعلوا الجوده علشان نشوف كويس، ويلا بينا نبتدي على طول. طبعا حبايبي زي ما احنا عارفين ان اول سؤال بيجينا في الامتحان ان شاء الله يكون سؤال listening. بنعمل ايه في السؤال ده؟ لازم الاول نقرا الاسئله كامله على بعضها، نفهم معناها كويس علشان لما نسمع نص الاستماع نكون مركزين على الاجابه على طول. وحاول تجاوب وانت بتسمع نص الاستماع علشان لما يتعاد عليك للمره الثانيه تراجع الاجابات اللي انت حلتها. فيلا حبايبي نتدرب مع بعض، نقرا الاسئله الاول وبعدين اسمعوا مني نص الاستماع، جاوبهم انتم ونراجع الاجابات الصحيحه مع بعض. نمبر 1 بيقول لي علي went on on the river Nile، يعني علي ذهب على ايه؟ لنهر النيل. بوت مركب، فلوكة مركب شراعي، شيب سفينة، ولا كانوي. نمبر 2 فلوكة is a Egyptian sailing boat، المركب الشراعي ده هو كان مركب إبحار مصري أو مركب شراعي مصري، كان traditional تقليدي ولا نيو حديث ولا modern ولا happy. نمبر 3 a tall man called ايه was the captain of the boat، رجل طويل اسمه ايه هو كان كابتن البوت المركب، سامي ولا رامي ولا علي ولا كريم. نمبر 4 أفلوكة is made of، يعني الفلوكة كانت مصنوعة من ايه؟ جولد ذهب ولا وود خشب ولا ميدال معدن ولا سيلفر فضة. فتعالوا بقى نسمع نص الاستماع كويس، ركزوا معايا كويس قوي علشان نجاوب مع بعض. بيقول لي ايه؟ I am علي. Today I have an amazing experience. I went on a floka on the river Nile. يبقى احنا سمعناه في الأول، قال لي علي went on ايه؟ on the river Nile، طبعا on a floka. بعد كده بيقول لي أفلوكا is a traditional Egyptian sailing boat، يبقى نمبر 2 قال لي أفلوكا is Egyptian sailing boat، يبقى ايه؟ traditional Egyptian sailing boat. بعد كده بيقول لي it's made of wood، مصنوعة من الخشب، يبقى قال لي نمبر 4 أفلوكا is made of، يبقى هنقول wood خشب. بعد كده a tall man called كريم was the captain of the boat، يبقى هو نمبر 3 قال لي a tall man called ايه was the captain of the boat، يبقى هنقول كريم. وبعدين بيقول لي أفلوكا is difficult to sail but كريم was very strong، the trip was amazing. بعد كده تاني سؤال هيجينا في الامتحان ان شاء الله يكون سؤال choose the correct answer from A B C or D. Number 1 space means modern or well developed، يعني ايه اللي معناه حديث او متطور؟ advanced يعني متقدم، ولا clay اللي هو الفخار او الصلصال او الطين، fascinating يعني مبهر او ساحر او جذاب، وشاي يعني خجول. طبعا الاجابه هتكون advanced متقدم، معناها modern او well developed متطور او متقدم او حديث. Number 2 cats have beautiful and fur soft hard bad ugly، طبعا soft fur فرو ناعم. Number 3 ايه اللي معناه means to spend time and relax together، معناه ان احنا نقضي وقت ونرتاح مع بعض، طبعا hang out. بعد كده السؤال التالت في الامتحان ان شاء الله هيقول لي read and complete the text with the words in the box، هيجيب لي مجموعة كلمات وهنكمل النص من الكلمات دي. فبيقول لي ايه؟ كيك كعك، blown يعني ينفخ او نفخ، making يعني يصنع، happy سعيد، hanging يعني يعلق. فبيقول لي ايه؟ I am إسراء today is my birthday we are very، طبعا we are very happy يعني احنا سعداء جدا. my brother is ايه؟ of the streamers، يعني اخويا بيعمل ايه في اللافتات او شرائط الزينة، طبعا hanging up يعني بيعلقها. my sister is ايه؟ up some balloons، يعني اختي بتعمل ايه في بعض البلالين، طبعا blowing يعني بتنفخها. my mother is decorating the birthday، يعني ماما بتزين كعكة عيد ميلادي، يبقى cake my birthday cake. بعد كده رابع سؤال هيجينا في الامتحان ان شاء الله يكون سؤال passage، سؤال القطعة. كبروا الشاشة شوية وعلوا الجودة علشان تشوفوا كويس، الكلام صغير شوية معلش. فبيقول لي ايه؟ my name is هيما I help new students، تنفع تتنطق new او new. I help new students get to know the school and their classrooms، يعني انا اسمي هيما وانا بساعد الطلاب الجديدة انها تعرف المدرسة وتعرف فصولها. I take them around and I stay with them at the break، يعني أنا باخدهم حولي وبقعد معاهم في أوقات البريك. I helped a new student yesterday، يعني أنا ساعدت طالب جديد بالأمس أو امبارح. His name is أحمد، اسمه أحمد. He was very nervous and shy، يعني هو كان متوتر جدا وخجول. I shared my book with him، يعني أنا شاركت كتابي معاه. And I gave him extra copies of the worksheet، واديته نسخ زيادة من أوراق العمل. I love helping my friends، يعني أنا بحب مساعدة أصدقائي. Next Friday الجمعة القادمة we will go to Cairo together and visit the pyramids there،
هنذهب القاهرة مع بعض وهنزور الأهرامات هناك. نيجي بقى للأسئلة. بيقول choose the correct answer from A, B, C or D. Number 1 the main idea of the text is about يعني الفكرة الرئيسية للنص عن help new student مساعدة أصدقاء جديدة، ولا football كرة القدم، ولا studying مذاكرة، ولا teachers of school مدرسين المدرسة. طبعا help new student مساعدة أصدقاء جديدة. Number 2 أحمد was shy and أحمد كان خجول وإيه هو إيه اللي هنا في تالت سطر his name is أحمد he was very nervous and shy يبقى shy and nervous كان متوتر وخجول. Number 3 هيما هيما كان إيه helpful مساعد، ولا frightened خائف، ولا messy فوضوي، ولا nervous متوتر. طبعا هيما is helpful يعني كان متعاون أو مساعد. بعد كده بيقول لي answer the following question. Number 4 what did هيما share with أحمد هيما شارك إيه مع أحمد. قايل لي هنا في تالت سطر I shared my book with him يعني أنا شاركت كتابي معاه، فهنقول his book. Number 5 what will they visit in Cairo هيزوروا إيه في القاهرة. قايل لي في آخر سطر we will go to Cairo together and visit the pyramids there يعني هيزوروا الأهرامات، فهنقول they will visit the pyramids in Cairo. بعد كده خامس سؤال هيجينا في الامتحان إن شاء الله هيكون سؤال reorder the words to make correct sentence. Number 1 Egyptian candies حلوى. دي candies مش candles يعني CANDIES. mint نعناع. ancient made فبيقول لي ابدأ لي بانشنت. طبعا جملة عادية خالص بتتكون من subject verb object the complement فاعل مفعول تكملة، لكن عارفين لما بيكون في adjective صفة بنجيبها قبل الاسم، فهنقول ancient Egyptian المصريين القدماء made صنعوا mint candies يعني حلوى النعناع. ancient Egyptians made mint candies. Number 2 grow يعني ينمو أو يزرع. foreign أجنبي. never we plants نباتات. in our projects يعني المشاريع بتاعتنا، فبيقول لي ابدأ لي بوي. جملة عادية برضه هتتكون من فاعل مفعول تكملة. طيب عندي هنا never دي من ظروف التكرار من علامات زمن المضارع البسيط، فبتيجي قبل الفعل الأصلي لكن بتيجي بعد verb to be اللي هو am أو is أو are. لكن عندي هنا verb grow فعل حركة فعل عادي، فهنقول we never grow يعني احنا مش بنزرع أبدا، نحن لا نزرع أبدا foreign plants النباتات الأجنبية in our projects في مشاريعنا. تاني we never grow foreign plants in our projects يعني نحن لا نزرع النباتات الأجنبية في مشاريعنا. نيجي بقى لسادس سؤال معانا في الامتحان read and write the correct form of the words between practice. عايزنا نصحح الكلمة اللي ما بين القوسين، وطبعا ده بيعتمد على الجرامر. نمبر 1 بيقول لي if you heat sugar it melt لو انت سخنت السكر هو هينصهر او هيدوب يعني. طيب دي حالة ايه؟ في الحالة الصفرية بيجي بعدها مضارع بسيط والجزء التاني مضارع بسيط برضو، فعندي it يبقى هضيف للفيرب هنا s فاقول it melts. نمبر 2 the boys are played in the park now فبيقول لي صحح لي كلمة played. طبعا الجملة هنا في زمن ايه؟ present continuous tense. عرفت منين؟ عندي كلمة now يعني الآن. طيب كنا بنكون زمن المضارع البسيط ازاي؟ من verb to be اللي هو am أو is أو are زائد الفيرب مضاف له ing، فنقول are playing. هو هنا كاتب لي are فهنقول playing هنزود ing. بعد كده سؤال punctuate with the following I am reading a story at the moment. طبعا I am هنا الاي كابيتال وعامل لي ابوستروفي هيبقى ناقص ابوستروفي، ودي جملة عادية خالص هنعمل فول ستوب في نهاية الجملة. بعد كده اخر سؤال معانا في الامتحان هيقول لي write a text about 50 words using the following guiding words. عن ايه بقى؟ your favorite pet يعني حيوانك المفضل الاليف، وبيقول لك what's your favorite pet يعني ما هو حيوانك المفضل الاليف. why it's your favorite pet ليه هو حيوانك المفضل. فهنقول cats are my favorite animals يعني القطط هي حيواناتي المفضلة. I think they make the best pets يعني أنا بعتقد إن هم أفضل حيوانات أليفة. when you pet a cat يعني لما تداعب عندما تداعب أو تلاعب قطة it makes you happy هتجعلك سعيد. they are beautiful هم جمال. they have soft fur يعني عندهم فرو ناعم. they are clean and calm يعني هم نضاف وهاديين. they are friendly يعني هم ودودين. that means they like humans معناه إن هم بيحبوا البشر أو بيحبوا الناس. cats are independent يعني القطط مستقلة. so you don't need to take them for a walk لذلك مش هتحتاج ان انت تاخدهم للتمشية. on the other hand في الجانب الآخر they have sharp claws and teeth يعني عندهم أسنان ومخالب حادة. but they only use them
when they are scared، لكن فقط بيستخدموهم لما بيكونوا خايفين. وبس كده حبايبي يكون فيديو النهارده انتهى. اتمنى تكونوا استفدتم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعمونا باللايك، ولو عايزين تتابعوني اكتر ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناه، كمان تفعلوا زر الجرس على الكل عشان يوصل لكم اشعار بكل فيديو جديد بينزل ان شاء الله. لو عايزين الاسئله PDF ادخلوا على جروب التليجرام، هسيب لكم الرابط كلها في صندوق الوصف اسفل الفيديو. اشوفكم الفيديوهات القادمه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.